السلام عليكم. اليوم جوج جنوش لدي من برستيليا نارسنا. شكون اللي يحسم الله واش انا اللي يحسن ولا انت تحسن؟ المرابرة كلهم عارفينهم وحتى المرابرة تلفين فيهم. الله كسبور المدنوس. اليوم ما غادي يشوفوا تكون فيهم اللي يحسن. المميزات والإيجابيات ديال المدنوس وكذلك المميزات والإيجابيات ديال الكسبور. ومن بعد لكم واسعنا دار اختاروا اللي يجيبكم واللي جاكم القان. دابا انا كزبور غادي نبدا انا الاول. انا عجلان مهربه بزاف وتيحترموني بزاف ودايرين ليا كيموشن. علاش؟ باش الريحه ديالي زوينه ومميزه والوراق ديالي مدورين شويه، كيسابروني بزاف مهربه في الطاجين في الشرموره في الحريره والسلطات. والفوائد ديالي كثيره بزاف. اولا انا غني بالفيتامينات و ك و سي. واحد السمعة شنو هي؟ كنساعد على تقويه المناعه، كنساعد الجسم باش يتخلص من بعض المعادن الثقيله. انا مزيان الهضم وتنقلل من النفخه وكنعاون في تنظيم السكر في الدم، وايضا فيه مضادات اكسده قويه. دابا ندوي عن المعدنوس. صافي سريت السيركس بور وجيت شوف الفائدة في كاينة بصح. أنا سيادنا الريحة ديالي خفيفة من الكزبور والوراق ديالي تيكونوا حادين ومسننين بزاف. أنا أيضا تنستمر في السلطات وفي الشوربات وفي تزيين العصائر الصحية. الفوائد ديالي كثيرة بزاف ونقول لكم منها أنني غني بزاف بالحديد. فيها فيتامين سي بواحد النسبة اللي عالية بزاف ومركزة بزاف، كنساعد في تنقية الجسم وإخراج السوائل الزائدة. أنا مزيان بزاف في الكلية والهضم وكنعطي نفس منعش وكنساعد بزاف في صحة الدم والعظام. أوا دابا خوتنا المغاربة، شكون اللي حسن؟ هاد السؤال بحال كتسول شكون اللي حسن، واش التفاح ولا الليمون؟ كل واحد بطبيعة الحال عنده الفوائد ديالو. إلا بغيتي نكهة قوية للمطبخ المغربي القزبور يتفوق. إلا بغيتي فوائد صحية أكثر بحال الحديد والتنقية المعدنوس هو اللي قوي بزاف. المهم أفضل حاجة أنك تستعملهم بجوج مع بعضياتهم، وهذا الشيء اللي المغاربة أصلا تيديروه. دابا كيفاش تفرق بيناتهم بسرعة؟ القزبور الورقة ديالو مدورة، الريحة ديالو قوية بزاف. أما المعدنوس فالورقة ديالو حادة ومسننة والريحة ديالو خفيفة. الفيديو هذا ما تنسوا الناس وشي لايك وبطبيعة الحال اشترك في القناة وشكرا جزيلا.